عشت بزاف هادشي هذا اللي وقع في راسي، ياخذوني مرونه بنادم كيحرق منطق بالكبير بالصغير بالبنات. ما فهمتش واش رجع عندكم هادشي موضه، واش رجع عندكم هادشي زعما ديك القضيه تشوفوني، ولا فعلا زعما بنادم لهاد الدرجه. اخوان الله يرحمكم الوالدين، الله يرحمكم الوالدين ديك اسبانيا ولا سته والله ما كتستاهل. انا كنت فيها وعارفه شنو كاين. شيماء 19 سنة غادي تحرك في واحد الظروف اللي هما صعابين بزاف، ومن بعد اكثر من 6 سوايع وهي في وسط البحر بوحدها غتمكن من انها توصل للوجهه ديالها مع الاسف، ولكن حتى شي حاجه ما تمشي كيف ما بغات. القضيه ديالنا اليوم قضيه شويه صعيبه نظرا للاوضاع وشنو طرا دابا مؤخرا في الحدود ديال مدينه سبته. وجدوا معنا شي حاجه ما تشربوها، شطوا بلايصكم، وكالعاده ما تنساوش اعجاب والاشتراك باش العائله ديالنا تكبر. ما نكثرش عليكم، نبداو على بركه الله. مرحبا بكم في قضيه شيماء. أحداث القضية ديالنا غادي يديونا للشمال وتحديدا مدينة مارتيل، في كانت عايشة شيماء هي والأم ديالها والأخ ديالها واحد الحياة اللي هي بسيطة جدا. شيماء أنذاك كانت عندها 19 سنة، درية مازال صغيرة، ولكن الحياة ما كانتش معها مواتية. من بعد ما كانت كتقرا وامورها غادا بخير وعلى خير، الابوين ديالها غادي يقرروا الطلاق. الاب مشى اسس حياته في مدينه ديال طنجه، تزوج ولد وليداته وخلى موراه 2 ديال الوليدات مع امراه وحيده ما عارفه ما دير. الام غادي تمكن من انها تمشي تخدم في احد المصانع اللي كاينين في المنطقه، كتخدم من 4 ديال الصباح حتى 4 ديال العشيه، وغادي تعيش وليداتها في واحد النيفو اللي هو بسيط حيت يد وحده ما كتصفقش كيف ما كتعرفوا. شيماء غادي تخرج من الدراسة وتحديدا في السلك ديال الإعدادية من آخر سنة اللي هي الكاترياماني، مباشرة غادي توجه للخدمة حيت ما عندهاش بديل. كتشوف الأم ديالها كتقاتل بوحدها ويد وحدة ما كتعاونش. شيماء بدات كتخدم خدمات بسيطين بحكم البنية ما عندها لا مهنة لا حرفة لا صنعة في يديها، خديمات كتقبل هاد البلاصة بواحد الثمن قليل وتمشي عند داك البلاصة تقبل بواحد الثمن قليل. واخر خدمه كانت دارتها هي انها كانت خدامه في واحد المحل كبير كيبيع فيه الاثاث والالكتروميناجي، مهم دوك الانواع ديال المحلات اللي عندنا منتشرين في المغرب، بواحد الراتب اللي كان قليل جدا اللي هو 1200 درهم. شيماء ما بقاتش راضيه على الوضعيه، كتشوف الحياه غدا وكتصعب، هي ما عندها لا ديبلوم اللي يقدر ينفعها في هاد الدنيا، ما عندها صنعه، ما كتعرف دير والو. باش تعرفوا الاهميه ديال الدراسه شحال هي مهمه. ما عليناش، هذه كانت غير نقطه. اشنو غادي دير شيماء؟ حالها فحال كاع باقي الشباب اللي ما كيقرروش انهم يطوروا راسهم ولا يكونوا الظروف ديالهم صعابين، الفقر الى اخره، قررت انها خصها تحرك باي وسيله وطريقه ممكنه. اش غتولي دير شيماء؟ غادي تولي تهبط لكاستييخو، تما تستفسر الناس بحكم هذيك هي المنطقه الحدوديه الى اخره، تستفسر الناس شنو كاين، تجلس وسط الحراقه اللي عندنا وين يحرقوا، كتاخذ منهم فكره من هنا على فكره من هنا حتى غادي تكون عندها واحد الفكره واضحه. وخصوصا ان شيماء كانت من الناس اللي كتموت على شي حاجه سميتها العمان، وعندها كموهبه السيده عوامه بطريقه خرافيه. من بعد ما قررت عرفت الموضوع، دارت واحد الدراسه شامله لهادشي كامل، جمعت الفليسات اللي كتصورهم من الخدمه، بقات كتجمع بشويه بشويه حتى غادي تجمع واحد المبلغ. غادي تمشي تشري الماتريال اللي هو عباره على الكومبي اللي كتلبس بحكم انها غادي تسبح بواحد المسافه طويله، والاغلبيه ديال الناس اللي كيهاجروا في بهاد الطرق كيهاجروا بالليل، وانتم عارفين الليل والماء فكيكون البرد، وهاد لي كومبين كتكون فيهم واحد الماده اللي كتخلي الجسم تعزلوا شويه على الماء، ما تدخلش لك بزاف ديال الماء لداخل، وحتى لا دخلت كتكون سخونه كتبقى مدفياك. ماليناش، شرات الماتيريال وغادي تقرر دير اول تجربه ليها تغامر براسها واللي ليها. ولكن مع الاسف بالرغم من انها مشات مع واحد الجروب في البحر، لقاتهم مشات معاهم، هنايا لامارين ولا الشرطه ديال السواحل غادي تمكن من انها تلقى القبض على ديك الجروب كاملين، هبطوهم لتطوان وتحديدا لواحد الكوميساريه تماك بحكم خاصهم يدوزوا من واحد المسطره معينه. تماك في الكوميساريه بالرغم من ان شيماء كانت ماجور عندها 19 سنه يعني ماشي قاصر، واخا هكا غادي يطلبوا منها انها تعيط على شي احد اولياء الامور ديالها اللي يجي يخرجها. فعلا قالت شيماء بانها غادي تعيط لامها اللي كانت ما عندها ولو ادنى فكره على بنتها شنو كدير.
بمجرد ما جات الام ديالها رجال شرطه بلغوا لها بنتك شنو كدير وشنو بغات دير، ومنين جبتناها بدات كتغوت عليها، بدات كضربها. الام دخلت في واحد الحاله هستيريه. الخلاصه انها عطاتهم لاكارت ناسيونال ديالها، سينيات بانها راه هي الوليه الامر ديال هاد السيده اللي هي شيماء، وخرجتها بحالها. من هنا غادي تولي الام ديال شيماء تحضي ليها الخرجه والدخله، وغتقصر ليها حتى الوقيتات لان يكون عندها فيهم الحق تخرج وتدخل. هنا بطبيعه الحال ما غاديش يبقى عندها متنفس دير اللي بغات وتخطط تهبط الكاستيخو، تشوف من هنا وتشوف من هنايا. ولكن شيماء غتذكر واحد الحاجه، ان الام ديالها كتخدم من 4 ديال الصباح ل 4 العشيه، يعني بالنسبه لها هذا الوقت كان كافي دير فيه العجائب. وفعلا للمره الثانيه شيماء مشات دبرت خديمه، جمعت واحد الفليسات وخصها عاوتاني من اول وجديد تشري الماتيريال. غادي تقول لي ياك شرات الماتيريال في النوبه الاولى؟ غنقول لكم في اي مره كيتم القاء القبض على الناس اللي كيبغيو يمشيو يهاجروا هجره غير شرعيه، كيجردوهم من دوك المستلزمات اللي هما ضروريين باش يوصلوهم، حيت الكومبين والبزاف ديال المستلزمات اللي كيشريوهم اللي كيسواو الثمن بطبيعه الحال كيعاونوهم في السباحه. ما يمكنش الواحد يتلاغي بوحدو ويوصل، غادي تكون شويه يقدر يوصل، ولكن غادي يوصل في واحد الظروف اللي صعيبه بزاف. كيحيدوا لهم داك الشيء باش يتاكدوا انهم مره اخرى ما غاديش يمشيو يعاودوا التجربه، خصوصا ان الاغلبيه ديال الناس اللي كيتعاطاو الهجره كيكونوا جايين من واحد الوسط اللي مثلا شويه ضعيف، ولا هما ما كيكونوش خدامين من الاصل. ما عليناش. عاوتاني شيماء مشات جمعت فليسات، شرات الماتيريال، وللمره الثانيه حطات مزيان، حطات العسكر، غفلاتهم وغادي تهرب. هاد المره غادي تمكن من انها تدخل وسط الماء بدون ما يشدوها لا مارين، الى درجه انها غادي توصل كيف ما كتسبوا غادي توصل حتى الحدود ديال المدينه ديال سبته. فين تماك غادي يشدوها البوليس اللي كاين تماك في الحدود بطبيعه الحال، وقفوها، بدات تقول لهم انا محتاجه المساعده وانا طالبه الحمايه الى اخره. ولكن شيماء قالت بانها دارت واحد الغلط جسيم. شنو هو الغلط؟ قالت لهم انا ملي كنت جايه بحالاتي التليفون ديالي غلفته ودرته في البوشيت، وطاحت لي فكره انني ندير حتى لاكارت ناسيونال، ما عرفتش الدنيا والحياه حتى لما تعرفوني اقل حاجه شكون انا. شديت لاكارت ناسيونال لويتها بالسلوفان ودرتها مع داك التليفون. ولكن ما كانتش عارفه شيماء بان هذيك الحاجه غادي تسبب لها مشكله، حيت غادي يعرفوها بانها انسانه راشده عندها 19 سنه، ماشي انسانه قاصره اللي ما يقدوش يديروا معها شي حوايج. فقالت غادي يدخلوها، عطاوها بدلت عليها حوايج حيت كانت لابسه داك الكومبين والبرد الى اخره والدنيا مفزكه، وداوها لواحد البلاصه فين غادي تدوز الليله. وقالت بانها تلاقات مجموعه من الناس من مجموعه من الجنسيات كانوا حتى هما تماك، الناس اللي كبر منها من بينهم رجال ونساء وقاصرين الى اخره. شيماء قالت في راسها صافي راني سلكت الحمد لله، كانت ديك الليله مدوزاها مزيانه فرحانه، الحلم ديالها تحقق. واخا المره الاولى عانت فيها ولكن ماشي مشكل، هي الثانيه ثابته كيف ما كيقولوا. شيماء مع طلوع النهار غادي تفاجأ بان واحد العناصر من الشرطه غادي يجيو ويدخلوا يديوها وغادي يركبوها في واحد الفارغونيت اللي بالدور ديالها غادي يديوها حتى فين كاين واحد الباطو فين كاين المخافر ديال السواحل، هزوها مباشره الى المغرب. وعاوتاني هنا السيناريو غادي يتعاود للمره الثانيه، غادي يهزوها تماك الناس المسؤولين داوها للشرطه، والشرطه بطبيعه الحال غادي يديوها للكوميساريه ديال نفس الكوميساريه اللي دازت منها النوبه الاولى. والمشكله ان الامر هنا كان شويه صارم بحكم ان البنت فايته دايزه عندهم، كانوا كيوبخوها. غادي يعيطوا للام ديالها المره الثانيه. هنا الام ديالها كانت في حاله هستيريه، خصوصا انها واحد المره اللي هي دريويشه، ما عندهاش مع المشاكل، ما عندهاش مع داكشي ديال المخزن، كل ساعه معيط على بنتها. فكان هادشي بالنسبه لها خيالي. الام ديالها ما خلاتش ليها اش منك يضرب اش منك يا معيور. قالت لها بنتي علاش كتجرجريني وانا اصلا الحياه مجرجراني من الاصل. الخلاصه انها غادي تدي بنتها، ولكن هاد المره سنت واحد الالتزام بان لا بنتها عاود دازت عندهم فغادي تكون متابعه قانونيه بطبيعه الحال. دات البنت ديالها وهنا غادي دير عليها واحد الحراسه مشدده.
شيماء ما غاديش تحشم وما غاديش تفقد داك الامال ولا داك الشغف اللي كيدفعها لحياه افضل، كيف ما هي كيتخيل لها في راسها ان ربما راه لها هاجرت لاحد دول اوروبا تعيش مزيان، تقدر تصوفي امها خوها الى اخره، ولكن الواقع كيبقى حاجه واحده اخرى. من بعد يومين بالتمام والكمال من القضيه ديال انها يلاه ما جابتها من الكوميساريه، شيماء مره اخرى عاوتاني مشات دارت المحاولة الثالثة والمحاولة الرابعة اللي باءوا بالفشل، ولكن لحسن الحظ أنهم ما وصلوش للكوميسارية، حيت كانوا وصلوا للكوميسارية كتكون مساءلة قانونية ديال بصح. المرة الخامسة هاد النوبة كانت شيماء فاقدة للأمل بشكل كيف ما كنقولوا قطع الياس. مشات في ديك الفترة خدمت واحد خدمة من هنا بريكولاج من هنا، جمعت واحد المبلغ وقدروه ديال 1200 درهم. ملي جمعت هاد المبلغ غادي تمشي تهبط لكاستيخو، غادي تشري الكومبينيزون بالمبلغ ديال 700 درهم، وشرات ما تبقى من المبلغ اللي بقى ليها داكشي اللي خاصها، البوشة ديال التليفون، اللعيبات باش كتركبهم في رجلها باش كتقدر تعوم مرتاحه، وكيعطيوها كيدفعوها مزيان، المهم الماتيريال اللي غادي تحتاجو. رجعت بحالتها للدار ديالهم دمارتيل، دوزت النهار معهم مع ادم، وهجت من الخدمه جلسوا كلاو ضحكوا لعبوا، وفي العشيه بطريقه ما غادي تقنع ما انها باغا تخرج تضرب دوره الى اخره، ولا دايره شي رونديفو مع شي وحده من صحاباتها. ما هنا غتقتنع، خصوصا ان البنت في هاد الايام الاخيره كتمكالميه وما كدير حتى شي كارثه. شيماء قالت لهم بانني لبست الكومبين، درت الماتيريال في الصاك ديالي، ودرت من فوقهم واحد العبايه باش ما تبانش للام ديالها شنو كاين، سلمتها للام ديالي وانقتها، وحاولت انني ما نحسسها بتا شي حاجه. ولكن منين خرجت كان ربي الوحيد اللي عالم بشنو كنحس بشنو في قلبي، وكنت مصره ان هاد النوبه يا ربحه يا ذبحه، ما كيهمنيش، ما غاديش نخاف، وخصوصا انه ولات عندي خبره الى اخره. فجات ما جاتش غتكون نهايه الحياه ديالي والنهايه ديال هاد المأساة اللي كنعيشها. مشات بقات عاصره بينها وبين الناس اللي هما باغيين يحرقوا، قالت انها كتحاول تبعد منهم اكثر فرصه ممكنه. علاش؟ حيت كل ما كان الواحد بوحدو كل ما كيكون حسن. هادشي بطبيعه الحال على اللسان ديالها. قالت ليهم تمكنت من انني صافي الوقيته جات المناسبه ديك الجوج ديال الليل غادي نهبط في حالاتي، تبعوني جوج ديال العسكر وانا كنجري كان لوبجيكتيف الوحيد ديالي انني نتلاح في الماء، حيت هي عارفه واحد القانون بانها لا تلاحت في الماء العسكر ما عندهمش الحق نهائيا يتلاحوا معها، بل وانهم من يشافوها تلاحت من الماء كتشوفهم هازين الرادارات ديالهم، وعرفت بانهم كيبلغوا الناس ديال لامارين، يا سواء لامارين المغربيه ولا الاخرين ديال اسبانيا، وغادي يجيو لي. ولكن هي كان عندها واحد الخطه هي كالتالي: غادي تضرب اكثر مسافه ممكنه تبعد باش ما توصلش للنقطه الرابطه ما بين الحدود ديال المغرب وديال اسبانيا، حتى تكون فيهم بوليس ديوانه وتشديد. قالت انها باغا تدوز من بلاصه واحده اخرى اللي تديها بدون ما تشوف لا بوليس لا والو. فعلا قالت من الجوج ديال الليل حتى الفجر غتلقى راسها خرجت في واحد الجهه فيها الغابه وفيها الديور وما كاين لا الناس ديال الامن لا والو. بمجرد ما خرجت لواحد الماتيريال بكثره الفرحه بقات لابسه عليها لا كومبين، غادي تجيب التليفون وفرحت ملي شافت الريزو مازال كاين، حيت بغات تعيط للام ديالها. هذه اول مره كتبات خارج على الدار، وفعلا تمكنت من انها توصل لابيل داس الام ديالها، هضرت معها. ما كانت في الاصل ما ناعسه ما والو، حيت بنتها ما بيتاش في الدار. اي ام غادي تكون خايفه على بنتها بطبيعه الحال، خصوصا انها عارفه بنتها من النوع اللي صافي الحرق في عينيها. من بعد ما طمنت الام ديالها الى اخره، هبطت لقات راسها في وسط السونتر فيل ديال ديك المدينه ديال سبته، وهي غاده فرحانه. هنا فين غادي تصور واحد الدري اللي غادي يتشهر وغادي يدير بوم، وكنظن هو اللي غادي يشهرها ويخليها معروفه، يخلي لي كونط ديال السوشيال ميديا ديالها يكبروا بواحد الطريقه كبيره. من بعد وهي يلاه سالت داك الفيديو بوستاتو الى اخره، كتقول الناس انا مزيان هذا حيت هي من قبل كانت دايره مواقع التواصل، ولكن داكشي كان عندها قليل، وكانت كتوجد وكتبارطاجي مع الناس انها كتوجد الرحله ديالها. هنا دايزه واحد الفاركونيت ديال البوليس. المدينه كانت خاويه ما فيها حتى شي حد، غير هي اللي كدور. غادي يتبعوها بطبيعه الحال، خصوصا ملي شافوها مازال بالكومبين مازال مفزقه بالماء. وقالت هنايا بقات كتجري كتحاول انها فيما كان شي درب شي زنقه ضيقه تدخل ليها باش تهرب منهم، حيت ما يقدوش يدخلوا بديك الطوموبيل ديالهم الكبيره بين الزنوقه.
فعلا داكشي اللي كان. قالت لهم تمكنت من انني نتملص منهم، وهنايا بقيت جالسه تحت واحد البلاصه اللي مدرقه في واحد الدروج. حتى بنت لي واحد السيده مع الطلوع ديال النهار، بنت لي واحد السيده اللي من الملامح ديالها باينه انها مغربيه. مشات عندها: عافاك لاله، واش تقدي تعاونيني؟ انا راه يلاه جيت حارقه، واش كاين شي جمعيات اللي نقد نمشي ليهم؟ هذا السيده غادي تقول لها: شوفي بنتي، اول حاجه خصك تحيدي عليك هاد الحوايج اللي لابسه، حيت غادي يشوفوك، غادي يديك وكوني اكيده غادي يرجعوك. السيده غادي تطلع لدارها، جابت حويجات اللي كانوا عباره على واحد السروال وواحد القبيه، عطاتهم للبنت. شيماء بدلت عليها وصافي، المراه مشات بحالتها، ما عرفتش خدمتها، مشات تمارس الحياه ديالها. شيماء قالت لهم: غادي نبقى تماك تقريبا حتى غادي يطلع النهار، تبداو الناس كيتحركوا. وهنايا مشيت توجهت لاحد المقاهي اللي كيجلسوا فيها العرب، سمعتهم من الهضره ديالهم، طلبتهم نشارجي التليفون. فعلا شارجيت التليفون ديالي ودخلت لدوك المواقع ديال التواصل ديالها اللي شويه محركين، خصوصا من بعد الفيديو اللي حطات كل شيء غادي يدخل عندها. بدات كتطلب المساعده من الناس، لكن شي حد كتعرفوه يعاونني هذا. وفعلا غادي يجي عندها واحد البنت وواحد الدري جاو عندها، واول حاجه غادي ينصحوها بانك خاصك شيماء تمشي تقدمي راسك للكوميساريه، وهما اللي غادي يلقاو معاك حل. شيماء في الاول ما غاديش تبغي، قالت لهم لا وكيفاش، راه مشيت عندهم غادي يرجعوني بحال المره الفايته وهذا. المهم بطريقه او بما غادي يقنعوها. فعلا شيماء غادي تمشي برجليها عند الكوميساريه، قدمت راسها، عاودت لهم المشاكل ديالها، وانها طالبه الحمايه من البلاد ديال اسبانيا، هي ما عندها حتى شي حد لهنا لا في المغرب، وان الوالدين ديالها ما مسؤولينش عليها، الفقر الى اخره. اش غادي يديروا لها البوليس؟ غادي يجردوها من كاع لي زاكسيسوار، من التليفون وكلشي، وغادي يهبطوها للحبس كيف ما كنقولوا، وغادي تدوز لمده ديال 24 ساعه. من بعد غادي يجيو يهضروا. مهم جابوا لها مترجم محامي، وكان القرار على اساس انها يديوها لاحد كيف ما كيقولوا لها هما السنترو. هذا السنترو هو عباره على واحد ملجا ولا واحد كان نقول لكم البلاصه اللي كيكونوا فيها الناس اللي ما عندهم فين يمشوا، خصوصا في واحد الوضعيه اللي هي صعيبه بزاف. فعلا قالت لهم: داوني للسنترو، جلسوني، عطاوني الناموسيه ديالي من بيني وبين البنات، عطاوني واحد الحويجات، كاع الحاجه اللي نقدر نحتاجها، من مثلا الحوايج الخاصين بالبنت، المهم تفاصيل بلا ما ندخلوا فيهم. وقالت لهم بقيت تما، ولكن المشكله ان داك السنترو كانوا فرضنا علينا واحد الاوقات اللي صارموا، ما كانوش كيخليونا نخدموا. قالت لهم: انا ديك الوقت كان عندي تامين، خصني نخدم باش عاد نلقى شي وسيله باش نمشي نخرج من سبته نمشي لاسبانيا، حيت سبته ما تلقاش فيها خدمه، مدينه صغيره حدوديه الى اخره. قالت لهم شافت داك السنتر بداو كيركزوا معاها، غادي تهز حويجاتها، عاونوها شي حاجه ديال الناس، وهي فين غادي تركب الباطو غادي تطلع لبرشلونه باش انها تبدا حياه جديده. قالت لهم: انا بالنسبه لي كان الحلم غبدا كيتحقق، غادي نمشي غنعيش الحلم الاوروبي، ولكن الواقع كان حاجه اخرى. شيماء من بعد ما غاديش تقدر تواكب، ما غاديش تقدر تعيش، وقالت بان ديك البلاصه ما مديوراش ليها، بالرغم من انها كانت خدامه في واحد البلاصه، الناس عاونوها باش تكري. القانون كيقول بان الناس اللي ما عندهمش الاوراق خصهم يخدموا، يجيبوا واحد لي فيش دو بي ديال الخدمه، دوك الوريقات اللي ديال الخلاص ديالك ديال كل شهر، باش على اساس يدار لك الوراق. وقالت انها فعلا كانت خدامه لمده 7 شهور، جمعت دوك الوراق، ولكن ما غاديش تبقى تقدر، غتجيها واحد الازمه، توحشت الام ديالها، ما بقاتش قاده، وغادي تهبط للسبته. وبمجرد ما غادي تهبط للسبته، السيده ما عندهاش الوراق، هيكون من المستحيل انهم يعاودوا يخليوها دوز الباقي مدن اسبانيا. وهنا تلقى راسها امام القرار انها خصها تدخل للمغرب. وقالت انها ما كانتش نادمه على هذا القرار، علاش؟ حيت ملي دخلت المغرب بالرغم انها تعرضت لمساءله قانونيه، دوزت واحد 3 ايام تحت التحقيق بطبيعه الحال عند الشرطه المغربيه، وعاد دخلات. بزاف ديال الناس موراها بداو كيتشجعوا انهم الحريق، وكانت خايفه انها توجه لها التهمه ديال التحريض مثلا على الهجره، ولكن بطريقه او بما الشرطه المغربيه ما غاديش توجه ليها شي اتهامات ثقيله بحال هكا. دوزت 3 ايام وخرجت في حالتها. من بعد الناس بدات كيقولوا لها: انت حرتي بزاف ديال الناس وانت ما عندكش درا الى اخره، ولكن البنت كانت كتقول لهم: انا ما مديوراش لديك البلاصه، ديك البلاصه صعيبه بزاف، وما يمكنش لي ندوز الريعان الشباب ديالي وانا في واحد البلاد وفي واحد الظروف اللي ما قادراش انا كانسان نعيش فيهم مرتاحه. وكانت هذه هي القضيه ديالنا اليوم، قضيه شيماء اللي دارت شي حوايج اللي هما صعابين على بنت فقط عندها 19 عام. على حسب لسان ديالها
ديالها أنها ضربت أكثر من 14 كيلومتر سباحة. وهذا الشيء جا سبحان الله مع هاد الأحداث اللي تيطراو حاليا، هاد الهجرة الجماعية اللي طرات، وكيفاش كنشوفوا أن الشباب المغربي مع الأسف شباب مازال في ريعان الشباب باغيين يهاجروا، ما عارفينش بأن أوروبا بصفة عامة راه ما بقاتش كيما أوروبا شحال هادي، كاين فيها بزاف ديال التحديات، هما الناس براسهم الناس ديال البلاد مابقاوش لاقيين الخدمة، ما بالك المهاجرين. فبنادم بدا ديبلوم اللي هما قاصحين وواقفين على الصح وما كيلقاوش، ما بالك أن واحد ما عنده لا ديبلوم لا والو غادي للمجهول بالمعنى الحرفي. وفي هاد الحادثة اللي طرات ديال سبتة راه أكثر من من 19 شخص اللي توفوا، وهذا واحد العدد اللي هو كبير بزاف وكيضر في الخاطر. المهم كانت هذه هي القضية ديالنا اليوم، تمنيت نال الإعجاب ديالكم، ونتلاقاو إن شاء الله في قضية جديدة أو قصة. دمتم سالمين.